شكرا للبنات والولاد، شكرا للبنات والولاد، مرحبا بالبنات والولاد، مرحبا بالبنات والولاد. الشهيد الشهيد الله خلي راسك مرفوعة، خلي راسك مرفوعة يا ماما، ما تروحيش لحد. هتعرفي أي حد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لا يليق بهذا اليوم العظيم أن نكون بهذا المنظر. أنت يا محترم، يا محترم المقامين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الحديث ثاني. المحترم اللي بيتكلم أثناء الحديث: من كان آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إن الأمن الذي ننعم به اليوم فما هو إلا من ثمرة هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بكل ما يملكون من نفس ونفس. أيها الأخوة والأخوات، أنتم من كان في نعمة فليرعاها. نعمة الأمن نعمة كبيرة جدا، والسبب في ذلك هؤلاء الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها إن حرب أكتوبر دي لم يعرف الجيل إلا جيل يعني